اهلا بيكم. فيديو النهارده انا هعمله عن خطأ شائع جدا لقيته موجود ومنتشر عن نقط الانف اللي بنستخدمها للاطفال. ازاي ان احنا بنستخدمها غلط، وده بيؤدي ان احنا بنبوظ الغضاريف، بنبوظ الجيوب الانفيه عند الاطفال، وبنبدا ان احنا بنأذي الطفل مش بنفيده. الفكره ان الطفل بيبقى عنده رشح، تبدا الام ان هي تجيب نقط الانف، الاوتريفين او الرينكس او ايا كان، وتبدا ان هي تستخدم النقط ديت وتطول عليها فتره طويله. دكتور الاطفال لما يكتبها للطفل بيحدد مده، بيكتب لك لمده 3 ايام، لمده 4 ايام، ايا كان. الام بقى ممكن تستخدم الفتره ديت، تبص تلاقي الطفل لسه بيرشح، تقعد تطول مع نفسها، تدي الطفل 10 ايام واسبوعين، فتطول، فتبدا ان هي تبدا تاذي معاه. النقط ديت ليها طريقه استخدام، وهي حسب الماده الفعاله الموجوده، ولكن ليها مده ما ينفعش ان انا اعديها. لو عديت المده دي تبدا النقط دي بدل ما هي بتنشف الرشح وتضيعه، لا، تبدا ان هي ممكن تعمل هي الرشح، وتبدا ان هي تاذي الجيوب الانفيه عند الطفل بطريقه اسمها ريباوند كونجيشن. هي تبدا تعمل الاحتقان تاني ويزيد الاحتقان تاني. تمام. طيب نبدا نتكلم عن النقط ديت كده بانواعها. في مادتين بنحطهم في انف الاطفال، ماده اسمها زايلوميتازولين وماده اسمها اوكسيميتازولين. زايلوميتازولين زي الاوتريفين وزي الرينكس، اوكسيميتازولين زي الاوكسيميت وزي الاليادين ناقصه دلوقتي مش موجوده، فالموجود المادتين دول. تمام. طيب الزايلوميتازولين دي نقط بتستخدم 3 مرات في اليوم زي الاوتريفين او الرينكس، والاوكسيميتازولين اللي هي الاوكسيميت بتستخدم مرتين في اليوم. ايا كان دي او دي، يفضل استخدامها من 4 ل 5 ايام وما تعديش الاسبوع بايا كان الطريقه. لو انا وصلت لحد 7 ايام والطفل لسه عنده رشح، ما ينفعش ان انا اكمل اكتر من كده. تبدا ان هي تعكس، معنى ان 7 ايام ومفيش نتيجه، النقط مش جايبه نتيجه، وبالعكس لازم استخدم حاجات تانية من الاول. ممكن استخدم حاجات تانية معاها، او اوقف واستخدم طرق تانية ان انا اضيع بيها الرشح، لكن اكمل عليها اكتر من كده ما ينفعش. الفيديو كله معمول النهارده عشان النقطه ديت، نقط ادويه الحساسيه، ادويه الرشح، الكلام ده ممكن اعمل عنها فيديو مخصوص بالتفصيل بالطرق والكلام ده، زي ما انا عملت فيديو عن ادويه السخونيه مثلا وازاي نستخدمها ونحسبها. اعمل واحد عن ادويه الحساسيه ازاي نستخدمها ازاي نحسبها، ولكن الفيديو ده عن نقط الانف. ما ينفعش اطول عن اسبوع، اكتر من اسبوع اقول تاني هتعمل ريباوند كونجيشن، حاجه اسمها انديوزد كونجيشن. ممكن ان انا اللي بعمل الكونجيشن ده، او ساعات بيسموها نيزل دروبس كونجيشن، يعني من نقط الانف، احتقان من نقط الانف نتيجه استخدامها اللي فوق اللزوم، اللي هو فوق ال7 ايام باقصى تقدير. طيب انا وصلت ل7 ايام واستخدمتها، محتاج ان انا اقدر اعرف استخدمها تاني امتى. لازم اوقف على الاقل اسبوعين كاملين ما اديش النقط ديت للطفل. يعني لو وصلت 7 ايام عشان ابدا اديها له تاني او دكتور يكتبها له تاني في روشته، يبقى لازم يعدي على الاقل اسبوعين. انا لو كتبتها للطفل بقول له استخدمها لمده 3 ايام، لما اشوفه تاني لو لقيتني لسه محتاجها بقول للام ادي كمان 3 ايام او 4 ايام بالكتير، لكن ما ينفعش ازود عن كده. ساعات الاقي ام بقى مع نفسها راحت هي مطوله. طيب وصلت ال7 ايام وخلاص ولسه في احتقان، ممكن اعمل ايه؟ في بدائل كتير. في بخاخات ميه البحر، بقت غاليه شويه دلوقتي ولكن موجوده وتعتبر بديل. في بدلها بخاخات الكورتيزون الموضعي اللي هي زي الفليكس، زي التيكانيز، زي النرنوز. ده كورتيزون مش البوبع، وكلمه كورتيزون ده موضعي، مش بيأذي وامان جدا، وبالعكس بيجي يفيد جدا في موضوع الاحتقان. تمام. وحاجه موضعيه ما بتعملش اي اثار سيستميك او اثار جامده، اثار في الجسم عامه يعني. طيب عندي ادويه الحساسيه زي الزيرتك، زي الليفوستام، زي الفينستيل، وكل دواء زي التلفاست، زي الفاستل، وكل دواء من دولت ليه عمر مناسب ليه وليه طريقه حساب جرعه. زي عندي ممكن حاجات تانية زي مذيبات البلغم، زي الميوكو والميكوسول، الحاجات ديت برضه ليها طريقه حساب لكل دواء منها. عندي حاجات زي اسمها ماست سيل ستابلايزر، بتوقف خروج ماده الهستامين اللي بتعمل حساسيه من الخليه المنتجه ليه اساسا، اللي هي خليه اسمها الماست سيل. الادويه ديت زي الالربان، زي التذاكر اللي بنستخدمها اللي هي الليبيل والويست اير، زي لو طفل كبير شويه بتبقى راس مضغ كده تركيز 5 اللي هي زي الكاست وزي السنجولير والحاجات ديت. يبقى انا عندي بدائل كتير جدا ممكن ابدا استخدمها، ولكن الفيديو ده معمول عشان نقطه النقط ما ينفعش استخدمها فوق الاسبوع. بعد كده ببدا استخدم حاجات تانية. نقطة صغيرة هقولها دلوقتي وبعد كده اعمل فيديو كامل عنها. بعد كده انا مثلا لو طفل صغير ممكن استخدم له، لسه صغير تحت 6 شهور، استخدم له فينستيل مع بدل النقط ديت. فينستيل دي نقط في الفم، وبنحسب جرعتها ان احنا بندي الطفل ضعف وزنه نقط، ولكن تتوزع على مدار اليوم. بفرض مثلا طفل 5 كيلو هياخد 10 نقط في اليوم، فاديله 3 نقط كل 8 ساعات مثلا. فينستيل في اطفال بتنام منه شويه، في اطفال ما بتنامش، ولكن لو جرعه محسوبه مظبوط حتى لو بينام ما فيهوش مشكله. طيب في الطفل لو فوق ال6 شهور في حاجات كتير تانية جدا زي الزيرتك، زي الليفوستام، زي اي ادويه حساسيه، اغلب ادويه الحساسيه مش كلها. تمام.
في ادويه بتبقى من بعد السنتين زي الكلاريتين مثلا. طيب الزيرتيك الليفوستان بيبقى جرعته ازاي؟ والله في منه النقط بتبقى نقطه لكل كيلو، وفي اللي هي القطاره يعني، ولا القطاره دي بتبقى عباره عن 20 نقطه. مثلا طفل 10 كيلو هياخد نص قطاره كل يوم، هي مره واحده في اليوم. طيب سواء زيرتيك او ليفوستام او ليفست ايا كان. طيب لو هدي دواء شرب بتبقى نص سنتي لكل كيلو، اللي هو الطفل 10 كيلو هياخد 5 سنتي. 10 كيلو مثلا اهوت هديله زيرتيك، هديله 5 سم زيرتيك، 5 سم ليفوستام او ايا كان. وهعمل فيديو بالتفصيل عن الادويه ديت تاني، واوضح فيها الماستر ازاي، ادويه الحساسيه ازاي، مذيبات البلغم ازاي. ولكن الفيديو ده لتوضيح نقط الانف، نقط الانف. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. يا ريت اللي عجبه الفيديو يعمل اشتراك او سبسكرايب للقناه، واللي ما يعرفش بنفتح اليوتيوب وبنكتب اسم القناه من هنا، بنكتب افهم طفلك دكتور اسلام عزام، بيطلع لنا اسم القناه بنختارها، نعمل سبسكرايب للقناه، بنفعل زر الجرس، بنضغط عليه وبنختار اول عشان يوصلنا كل الفيديوهات الجديدة. وما ننساش نعمل لايك وشير للفيديوهات. نختار فيديو زي كده، نضغط على لايك من هنا، نضغط على شير ونختار هنشيره على الواتس او الفيس. طيب الفيديو دوت بقى انا حبيت اتكلم عن روشتة اللي احنا بنكتبها للطفل